المشمش بقى موجود دلوقتي في السوق، بس خد بالك بيزوغ. المشمش كل عام اما بيجي كأنه جاي في زيارة سريعة. هو بيبدأ يعني يظهر في أوائل مايو، بس للأسف بيختفي في نص يونيو. أيوة، يعني يقول لك اللي ما يلحقنيش يستناني السنة الجاية. عشان كده يعني لما حد بعد ما بيخلص في يونيو حد عايز يعني يزوغ منك، تقول له يعني هتعملها امتى؟ يقول لك في المشمش، لانه عارف ان المشمش بيقعد شهر ونص او شهرين بالكتير وبيمشي. بس عايز اقول لك بقى ان المشمش مش فاكهه حلوه بس، ولا ريحه تفتح النفس بس، لا، ده كنز صحي على شكل ثمره صغيره. دراسه طبيه بتقول ان اطباء القلب بينصحوا بتناوله باعتدال، لانه غني بالبوتاسيوم اللي بيحافظ على صحه القلب وينظم ضغط الدم. كمان يعني عايز اقول لك انه في فيتامين اي وفيتامين سي، ده الدراسات بتقول كده، وبتقول كمان انه غني بمضادات الاكسده اللي بتبطئ الشيخوخه وتحارب الخلايا الضاره. عشان بقى تعرف عظمه المشمش هقول لك على قبائل الهنزه في باكستان. الناس دي بتعيش اكتر من 120 سنه صحه وعافيه. لما بدأوا يعملوا دراسات عنهم ويشوفوا ايه سر انهم بيعمروا، لقوا ان في نظامهم الغذائي المشمش طول العام ياكلوه طازه ومجفف وعصير، وطبعا الحركه والضحك والتامل والرياضه. يعني مش المشمش بس هم اكتشفوا ان عندهم المشمش ده لا ينقطع، يعني كطعام لا ينقطع طول العام. الغريب بقى ان العظمه عندهم ان يبقى عندك شجره مشمش، مش عشان الاكل، لا، شجره المشمش دي تدل على النفوذ وتدل على انهم ناس يعني اثرياء. من الاخر كده المشمش مش فاكهه بس، دي قصه ثمره فيها كنز صحي مليان فيتامينات. وبعدين لو شفت المشمش في السوق اوعى تتردد انك تشتريه. عارف ليه؟ هيزوغ منك. المشمش جميل ولازم تلحق يعني تستمتع بيه، وطبعا كل شيء مطلوب الاعتدال فيه، لان في بعض احيان في اشخاص المشمش بيعمل لهم حساسيه. على العموم اللي يعني اهم حاجه الاعتدال. حبيت اقول لك الحق المشمش قبل ما يزوغ. مشمش رجع، والحق قبل ما يزوغ. تحياتي، وكل عام وانت بخير.